غادي ندوز للسله هذه اللي حطيت فيها التمور وبعض الفواكه المجففه. التمر انا كناخذه من صامتله، هذا نوعيه جيده. غادي نوريكم هذه العلبه بحالكم. وتمر تبارك الله الحجم ديالو كبير وممتاز، يعني راه معروف التمر المجهول. بالنسبه لهذا البنات اللي عندهم الاشتراك ياخذوه من سامس كلاب، واللي ما عندوش الاشتراك راه ياخذو كاين في المحلات ديال الاورغانيك، كيتباع بالعبار نفسه، كيتباع بالعبار المحلات ديال فارمرز وجميع المحلات اللي كتبيع الاورغانيك فود. حتى في هايفي ايضا كيتباع، ولكن انتبهوا غير الدوله المصدره التمر هذا وكيحسوا بانه فيه كميه سكر حلو ولا غيره. كاين هذا التمر ايضا، هذا اللي شي شويه كيكون ناشف، هذا كيتباع في الدي، هذا راه تلقاوه في الدي. هذا ناشف شي شويه بحال داك التمر القاصح او الناشف. هو هذا انا كنديرو مع الشاي هكذا في العشيه، ماشي حلو بحال الاخر، لكن الجوده ديالو يعني ما دايش، ماشي احيانا كتخرج لك شي حبات هكذا تيكونوا مسوسين. فهذا اللي بغاه ياخذوه من الدي. والمحلات العربيه راه ما شاء الله يعني عندها تمور اللي تحيري فين تختاري. يعني كاين هذا التمر هذا تاخذوه من المحلات العربيه، راه التمر ما غتلقاوش فيه مشكل موجود. بالنسبه للبنات اللي عندهم مشكل كيقولك ما عنديش محل عربي، يعني جاوني رسائل كثيره كتقولك راه ما عندناش محل عربي وما عندناش محل هندي وما عندناش محل ديال يعني اسيوي بصفه عامه، ما عندناش محلات هكذا يعني. فالبنات اللي ما عندهمش محلات يعني سواء عربيه او اسيويه، كاينه طريقه. الا كانوا في الولايه ديالهم عندهم والمارت، كيمشيو للوالمارت وكيطلبوا التمر، يعني تقول له راه بغينا تمر، فكدير هي طلب وتتصل بكل صديقاتها بالصحابات ديالها والاسر اللي كاينين تما وتطلب منهم نفس الطلب. فملي كيمشيو ايضا الوالمارت يطلبوا التمر، يعني احنا بغينا التمر، الاخر بغينا التمر، الاخر يعني كتجيهم طلبات كثيره اكثر من 5 طلبات او 6 طلبات، فكيجيبوا لكم التمر. يعني انا اول ما جيت لهاد الولايه ما كانش عندنا الحلال في والمارت، الان صاروا كيجيبوا لنا الحلال ولا كسكسو ولا اشياء اللي عديده، فخصني نطلب. يعني والمارت كتنفذ لكم الرغبه ديالكم وكتجيبها الا كان طلب، يعني لا طلبنا بكثره. ايضا المحلات الهنديه، الا كان عندي محل هندي او محل مثلا حتى عربي وما كيبيعش الكسكس، او حتى عربي وما عندوش الشاي مثلا الشاي المغربي، كنمشي عنده كنطلبو كنقول له جيب لي هاد الحاجه وهاد الحاجه وهاد الحاجه، فهو كيجيبها، يعني ينفذ الطلب ديالكم. فخص يكون واحد التواصل مع المحلات سواء الممتازه كما قلت لكم بحال والمارت نمشي عندهم ونطلب داكشي اللي بغيت، او محلات اللي هي صغيره ديال العرب وديال المسلمين ايضا راهم كينفذوا الطلب. فهذا بما يخص التمور. بالنسبه للزبيب انا كنستعمل هذا الاسود هذا مع العصير او مع في بعض الاطباق هكذا المغربيه، غير يتنقى لان كيكونوا فيه العويدات رقاقين او صغارين، فنغسلو ونستعملو. هذا راه زويون. بالنسبه لهذا الابيض راه كيكون والمارت، وممكن ناخذ هذا من المحلات الاخرى. بالنسبه للبرقوق، يعني البنات البرقوق والمشماش انا ما بقاتش لي ساله لي المشماش، كيتباع المشماش والبرقوق في المحلات هذا ديال والمارت. هذه الخاصه بالبهارات، وهذا اهم يعني اهم سله. انا درت هنا سلتان، فان شاء الله غادي نتعرفوا على البهارات وفين ممكن نلقاوها. بسم الله. بالنسبه لهاد البهارات هادو خلينا نوريكم العلبه. هادو من سامس كلاب، يعني العلبه راها كبيره. هذه هزه 511 غرام. القرفه مطحونه، يعني القرفه العواد ما كنلقاهاش في المحلات الامريكيه، نادرا يعني في نلقاها. فالقرفه المطحونه، الابزار هكذا حب، الفلفل الاحمر والكمون، نلقاهم في المحلات الامريكيه. الكمون هكذا اللي كيكون مطحون، لكن الكمون حب نلقاه في المحلات الاسيويه والمحلات العربيه. الافضل كنشري الكمون حب وكنطحنو على يديا، الا اذا كانت هكذا
ما عنديش الوقت باش نمشي حتى المحل العربي او اسيوي، فكناخذ هذا من سانت كلاب، كيبقى رائحته ايضا جيده. اذا غادي نكملوا في البهارات او الخرقوم البلدي، كنلقاه ايضا في المحلات الهنديه. هذا راه الهند. بالنسبه ايضا للكاري ايضا كنلقاه عند العرب، احيانا كنلقاه عند العرب وايضا عند المحلات الهنديه. هذا الابزار الابيض، الفلفل الابيض، هاد العلبه هذه دايره 5.49. هذا كنلقاه عند المحلات الاسيويه. البنات اللي كيبغيو الفلفل الابيض يشوفوا في المحلات الاسيويه. بالنسبه للقرنفل غادي نلقاه عند المحلات العربيه والمحلات ايضا الاسيويه. الزنجبيل كذلك والحلبه. هذا الزنجبيل راه موجود بكثره عند المحلات العربيه، غير احيانا كنلقى نوعان ديال الزنجبيل، كاين هذاك اللي كيكون هكذا شي شويه فاتح، وكاين هذا اللي غامق. هذا اللي مغلوق هو الزنجبيل اللي كيكون بلدي، فناخذ هذا اللي غامق افضل من الاخر. هذه ايضا الحلبه مطحونه كتباع عند العرب وعند بعض المحلات الاسيويه. فكاينه الحلبه موجوده الحب، وموجود ايضا الحلبه المطحونه. هذا القزبر حبوب، كورياندر سيدز. هذا راه موجود عند الاسيويين وموجود عند العرب ايضا. بالنسبه للزعتر هذا دخلته سوا مع البهارات، راه هذا الزعتر اخضر الماركه ديال زياد. هذا خليط، هذه الخلطه ديال المناقيش كنضيفها انا الحرشه او كندير بها مناقيش ديال الزعتر. هذا راه موجود عند المحلات العربيه. بالنسبه للفلفل هذا الشيلي او الفلفل الحار، هذا راه موجود عند الهنود، عند الباكستان، عند المحلات الاسيويه بصفه عامه. فكناخذوا هكذا حب وكنطحنوا على يديا، كما انه راه موجود حب. العطريه اللي كنلقاها هكذا حب مثلا افضل، يعني كتلقى الطعم ديالها، خصوصا الفلفل والكمون والقرفه لانهم كيبردوا، مع الوقت كيبردوا، فناخذوا حب ونطحنوا على يديا. هذا الزعفران الحر، الزعفران الحر، وهذا كنلقاه عند المحلات الهنديه. هاد العلبه هذه انا خديتها ب$7. النوعيه ديالو جيده. هذا هو. البنات اللي ما عندوش محلات هنديه يقلب حتى في المحلات ديال الاميش. المحلات الاميش راه كيبيعوا الزعفران، يختلف هذا عن العصفر، يعني كتلقاي عند العرب بحال الشكل ديال الزعفران، لكن ماشي هذا الزعفران هذا. فالمهم كاين العصفر وكاين الزعفران. هذا الزعفران راه المهم هذه سميتها التاج او التاج ديال الهند، وكاين ايضا اللي قلت لكم هذاك العصفر اللي كيعطي داك اللون هكذاك اصفر. وبالنسبه اللي عنده المحلات ديال الاميش راه غيلقاه عند الاميش. بالنسبه للبهارات ايضا ساكمل في البهارات. هذه النجمه هذه ديال الهيل، نجمه ديال الانيس، هذه راه موجوده بكثره في المحلات العربيه وفي المحلات الاسيويه. هذه اللي كنكهو بها الاطباق او كنضيفوها في بعض القهوه مع الروز. هذه نجمه الهيل، يعني نجمه الهيل راه موجوده عند المحلات العربيه والمحلات ايضا الاسيويه، موجوده بكثره. بالنسبه للقعقله، ها الهيل هذا كنلقاه في السوق بجوج الانواع، كاين هذا وكاين هذا المطحون. فاللي كيبغي المطحون يعني مثلا يستعملوه في التنسيمه ديال بعض الاطباق وخصوصا الحلويات ياخذ هذا المطحون، واللي كيبغي هكذا الهيل يديروا في الكبسات او مع الرز ياخذ هذا. فموجود في المحلات الاسيويه كامله والمحلات ديال الهنود. بالنسبه لبسيبيسه فهي ايضا موجوده عند المحلات ديال الهنود، كناخذوها من المحلات الهنديه، راه موجوده وبكثره. الكوزه ايضا حتى هي راه موجوده.
القرفه عواد، هذه القرفه عواد. كاينه داك الروميه اللي هكذا ملويه، وكاينه هذه البلديه. فهذه كنلقاوها في المحلات الهنديه والمحلات الاسيويه، ما كايناش في المحلات الامريكيه، كنلقاو غير القرفه. المنسوج هذا اللي هو الشبه، ما عرفتش فين ندخلوه في البهارات ولا. على العموم الشبه موجوده في المحلات المكسيكيه، سميتها الوم ستون. الوم ستون. فالبنات اللي كيبغيوها يديروها في الوصفات التجميليه، او اللي عنده الحب ديال الشباب او شيء من هذا القبيل، راها موجوده في المحلات المكسيكيه. ايضا هذه من البهارات الجيده ومن النوعيه الممتازه، هذه الماركه ديال شان اللي هي الهند وباكستان. فيها عده انواع، كاين ديال البرياني باللحم، البرياني بالدجاج، اي خلطات عديده. فهذه الماركه هذه راها جيده. وبالاخرى الانيس، هاد حبه حلاوه اللي سميتو الانيس او اليانسون. بالنسبه لليانسون كنلقاوها عند المحلات العربيه، المحلات الاسيويه موجود بكثره. من البهارات المطلوبه ايضا راس الحانوت عند المغاربه بصفه عامه، يعني الجزائر وتونس وليبيا. المطلوب راس الحانوت او البهارات المغربيه على هذه التشكيله هذه. فولات موجوده ان شاء الله. غادي ندير لكم واحد الجوله في واحد المحل اللي كيبيع الاورغانيك وكيبيع حتى راس الحانوت، وكيبيع ايضا الطين الاخضر. هذا هو الشكل ديالو. العلبه هذه خصصتها للحبوب والمعجنات. فغادي نبداو اول شيء نتعرفوا على خميره الحلويات. يعني هذه البيكن باودر، انا كناخذ هذه من وولمارت، جيده يعني وتفي بالغرض. كدير يعني الخدمه ديالها اللي خصها دير. فالحلويات بيكن باودر. كاين البيكن صودا ايضا راها موجوده. بالنسبه لخميره الخبز، خميره الخبز ياست، كناخذ هاد العلبتان، هادو كيكونوا في علبه واحده في محل سامس كلاب. يعني في هادو راه تبارك الله كيدوزوا لك تقريبا عام، او البنات اللي كيعجنوا يوميا راه يدوزوا لهم عام. اللي كيعجن هكذا مره ومره راه كيفوت له العام، وكيتقاموا ارخص، يعني ارخص من هادوك اللي كتباع في والمارت او فايفي. كتشري علبه واحده تقريبا بنفس الثمن ديال العلبتان. فاللي عنده الاشتراك ياخذهم من سامس كلاب، راهم رخاصين. بالنسبه للشعريه، الشعريه ديال السفه كناخذ هذه من زياد. هذه الشعيريه الفاخره راها مزيانه وجيده، كتباع عند العرب. كاينه هذه الشعريه ايضا ديال القمح الصلب، هذه كناخذها من عند المحلات المكسيكيه. هذه احسن ما كاين، سواء تدوري بها الحريره او ديريها هكذا بوحديتها، رائعه. راه موجوده في المحلات المكسيكيه. انا ان شاء الله غادي نخلي لكم واحد الفيديو فيه الشكل ديالها او جوله في المحل المكسيكي. بالنسبه للشعريه هذه ديال الروز او الشعريه الصينيه، راه موجوده في المحلات بالنسبه لهذه الشعريه هذه ديال الروز راه موجوده في المحلات الاسيويه. كاينه هذه وكاينه احسن منها، ما بقاتش عندي تقادات لي. النوع الازرق، يعني كاين هذا النوع هذا اللي هكذا روز، وكاين النوع الازرق احسن من هذه. بالنسبه للكسكس انا كناخذ هذا من المحل ديال ريستورانت ديبو، فهو جيد والحجم ديالو، يعني الحجم ديال العلبه كتكون كبير. الاسم ديالو رويال. غتلقاو 3 ديال الاختيارات، فانا كناخذ رويال من ريستورانت ديبو. بالنسبه للمحلات العربيه كيبيعوا زياد، الماركه ديال زياد والماركه ديال تريا. كتبقى تريا الماركه المغربيه رقم 1، وحتى يعني كنساهموا في الاقتصاد الوطني، زائد انني يعني فيها اختيارات عديده. كاين الكسكسو الرقيق والكسكسو الغليظ، وكاين الكسكسو الحمار، وكاين البلبوله. فالتريه كتبقى رقم 1. كاين هذا الثاني ديال الكسكسو الثاني هو رويال، هذا اللي كاختيار ثالث. كاين زياد، ماركه ديال زياد، والعلبه اللي في والمارت اللي غادي نوريها لكم تتباع حتى هي يعني في علبه بلاستيكيه، يعني
قارورة بلاستيكية يعني أو علبة بلاستيكية. بالنسبة للعلب الكرتونية أنا ما عجبنيش، وكنحس به كيبقى هكذا منافر مع بعضياته، ماشي بحال باقي الكسكس. بالنسبة للروز أنا كنستعمل هذا رويال، كناخذو من المحل ديال سامس كلاب. كاين ايضا في ريستورون ديبو، كيبقى سامس كلاب وريستورون ديبو ارخص ما كاين. هذا كيدير 18 دولار، في بعض المحلات الاخرى داير 20 او 19، لكن في سامس كلاب كيبقى رخيص، فيها 20 باوند. هذا احسن ما كاين في الروز ديال بسماتي. بص خديتها من محل ديال وولمارت، كانت ب6 دولار، فيها 751 غرام ب6 دولارات. زوين يعني ما بيش عادي، احسن من هذاك اللي كيتباع في العلب الكرتونيه. المهم هذا احسن من العلب الكرتونيه وكيتقام ارخص. موجود ايضا الكسكس هذا ديال زياد، الماركه ديال زياد، هو ايضا يعني جيد، تقريبا هذا وهذا نفس الشيء. للحبوب او القطاني، اهم شيء كيحتاجوه المغاربه هو الحمص. الحمص راه كاين في المحلات العربيه وفي المحلات الاسيويه، وكاين ايضا في والمارت، راه كاين من دولار او دولار. هذا راه جيد، ممكن نفزقو انا حتى للصباح، ممكن الا نسيت ما فزقتوش نفزقو حتى الصباح وكيكون واجد في العشيه نديرو في الحريره. هذا بالنسبه للحمص. كاين العدس ايضا في والمارت، الحمص والعدس. كاين الشعير ايضا، فالحمص والعدس هذا اللي كحل، والشعير، الشعير هذا البارلي، سميتو بارلي، ماشي الزرع، لا هذا الشعير، ماشي القمح او الزرع. كاين اللي كيسميه يعني في بعض المناطق كيسموا هذا الزرع، احنا كنسموه شعير. هذا الشعير اللي هو بارلي، فهذا هو الشعير منزوع القشره. ممكن نديرو حسوه ولا شنو ما بغيت. فموجود في والمارت وثمن زهيد يعني رخيص بزاف. لسان الطير ايضا موجود في والمارت، هذا من احسن ما كاين، يعني احسن ما كاين هنايا، احسن من داك ديال العرب، احسن من هذه الماركه هذه رائعه، سميتها بريلا اعتقد. كرتونه كتكون زرقاء، موجوده حدا المكرونيه. الا مشيت لوالمارت تلقى حدا المكرونيه، فهو احسن ما كاين. انا جربت ديال زياد، جربت ديال المكسيك، لكن هذا احسن ما كاين. بالنسبه ايضا هذه الجلبانه راه موجوده ايضا في والمارت مع الحمص ومع العدس. الفول، هذا الفول الرقيق، هذا من المحل او من الماركه ديال زياد. الفول بالنسبه للفول ما كنلقاوش في المحلات الهنديه، وما كنلقاوش ايضا في المحلات من غير العرب، يعني العرب هما اللي كاين عندهم الفول. كاين هذا رخيص بزاف، فيه دولار 99. كاين بالقشره وكاين هذا بلا قشره، انا كنستعمل هذا بدون قشر وهذا رقيق. للعدس، هذا العدس الاحمر، هذا راه موجود بكثره عند المحلات ديال الاسيويه، راه موجود بكثره. كاينين البنات ما كيعرفوش هذا اللي هو الماش، يستعمل ايضا في بعض الشربات، من بحال العدس، بحال العدس الاحمر. كاين هذا وكاين المكسر، انا ما بقاش عندي المكسر. كاين هذا، كاين المقشر، كاين لقى 3 الانواع. كاين هذا الكامل، وكاين المقشر، وكاين المكسر، يعني كيكون فيه القشره ولكن مكسر. فهذا الماش كنلقاه عند الهنود وكنلقاه في المحلات الاسيويه. بالنسبه للسميد، كاين سميد ناعم اللي هو بحال الفينو، كيتباع رقيقه بزاف. هذه كنلقاها في المحلات الاسيويه، المحلات ايضا الهنديه. بالنسبه لامريكا كنلقاها في ريستورون ديبو. كاينه خنشه كبيره ديال سميده، وكاينه خنشه كبيره ديال دقيق القمح، وكاينه الخنشه ديال الفورس العادي داك الدقيق الابيض. فناخذهم من ريستورون ديبو اذا كان عندي اشتراك. الا ما كانش عندي اشتراك نسال في المحلات العربيه والمحلات الاسيويه. كما قلت لكم فيما قبل، راه ضروري ان اسال عن الاشياء وان اطلب الاشياء من صاحب المحل، فغادي يوفرها لي، واخا يكون محل امريكي. يعني انا قلت لكم الاسواق ديال والمارت راه كتوفر الاشياء اذا طلبت منها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه المرات، فكيوفروها لكم.
كاين بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يخبزوا الحرشه وما كتعجبهمش السيمولينا، انا وحده منهم ما كتعجبنيش ديك السيمولينا الرقيقه، كتجيني الحرشه ماشي حرشه رطبه. فالسميده الغليظه او السميده ديال الحرشه كتباع الماركه ديال زياد. غنشوف الا لقيت عندي، غنشوفي مع كنظن تقادر. غنوريكم الفرق. هذه الغليظه، هذه الغليظه، هذه اللي كتطلع الحرشه رائعه. ممكن ندير خليط كاس وكاسين او باش تطلع لي الحرشه جيده. اما الا درت غير هذيك السميده الرقيقه ما كتجيش الحرشه، كتجي رطبه ومعجنه. خذ العلبه من الماركه ديال زياد مكتوب عليها سميد خاشن. بالنسبه للدقيق ديال القمح او الدقيق الكامل انا كنستعمل هذا الهول ويت، كناخذو من المحل ديال ريستورانت ديبو. بالنسبه للسيمولينا فكاينه هاد السيمولينا هذه هي ايضا من المحل ديال ريستورانت ديبو، وممكن نلقاها في المحلات العربيه والمحلات الاسيويه، فهي جيده لكن كتبقى كما قلت لكم رقيقه بزاف، يعني رقيقه تصلح الملاوي، تصلح تخلطها مع الفرص والزرع وتعجنها. لكن اذا بغيت الحرشه وطلع لي الحرشه مزيانه فنشري سميده غليظه ونخدم بها الحرش. الفيديو ديالنا جا النهايه ديالو، كنتمنى تكونوا استفدتوا اخذتوا ولو فائده بسيطه من هذا الفيديو هذا. اعتقد غادي نقسمه نصفان جزءان لانه طويل بزاف، كيبان لي طويل بزاف، فان شاء الله غادي ننزل لكم جزء بجزء. كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، فدمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.